السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم الخامس معانا في دورة كتاكيت عيد الاضحى. ان شاء الله النهارده هنكمل على نفس المضاد الحيوي. ده النص التاني بتاع الكيس الاولاني، كده هيبقى معانا لسه يومين للمضاد الحيوي. هنسمي الله وهنحطه كده على لتر المية يا حبايبي. تيجي بس اقلبه علشان ما يكلكعش في المية او حاجة، بيبقى كل الكتاكيت بتاعتنا مستفادة منه. سمي الله كده، الميه بتاعتهم. وهنا العلف اهو يا حبايبي، انا حطيت لهم الكميه دي. طبعا بدانا نزود الكميه شويه لان هم بداوا يستهلكوا علف او يسحبوا علف عن ما هم كانوا لسه صغيرين قوي. هنسمي الله وهنحط بردك عليها نص معلقه حلبه مطحونه، حلبه حصى مطحونه عاديه. طبعا لو مش بنحط مضاد حيوي او بنحط حاجه في الميه، بنغلي الحلبه وبنحطها على الميه، بنحط الميه بتاعتها على الميه، بتبقى احسن لهم كمان. عشان كده ممكن يستهلكوا، يعني ممكن ياكلوا من الحلبه وممكن ما ياكلوش منها. ونص معلقه كركم، ده معلقه صغيره يا حبايبي. هبتدي بس اقلب كل الخليط ده كده واحطه لهم هنا في العلافه بتاعتهم. ماشي يا جماعه، انا عايزه اسالكم بس على حاجه. يعني كتير قوي كان بيقولوا لي ان هم بيحبوا المحتوى بتاع تربيه الطيور والحاجات دي. فدلوقتي انا لما بدات اربي معاكم الدوره ديت مش لاقيه اي تفاعلات خالص على القناه او مشاهدات. يا ريت يا جماعه لو مش عاجبكم المحتوى او في حاجه انتوا مش عاجباكم، يا ريت تعلقوا لي او تكتبوا حتى ايه اللي مش عاجبكم في المحتوى او ايه اللي عايزين تغيروه. ده كان الفيديو بتاعنا حبايبي. فيا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.